السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة. وحشتوني قد الدنيا، يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي يا رب. ربنا يسعد قلوبكم كلكم، آمين يا رب العالمين. النهاردة بقى جايبلكم وصفة حلوة قوي، بس مش أنا اللي عاملاها، هي طريقة سلق اللحمة. ازاي بقى جوزي بيسلق اللحمة هقولكم ازاي. بس أنا هضمن لكم من الوصفة حلوة قوي، هتاخدوا شوية شوربة حلوين ولونهم تحفة بجد، حلوة قوي. وكمان اللحمة طالعة كده لونها حلو. من ايه بقى هقول لكم من ايه. صلي بقى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولو عجبتك القناة ما تنسنيش باشتراك وتفعيل الجرس عشان كل الوصفات الحلوة قوي دي توصلك اول باول ان شاء الله. اول حاجه كده قال لي هحضري لي بصلايه كبيره كده، قلت له بس كده عينيا. جبت له بقى ايه بصلايه كبيره كده، اما اقطعها حط عليها بقى فلفل اسود، وحط عليها بهارات لحمه او السبع بهارات، وكمان حط ايه رشة من الشطة. تمام. وبدأ ان هو يقلب البصل مع التوابل والحاجات الحلوة دي. احنا بقى ايه ادعاك البصلة، يعني ادعاك البصلة وكده. بس هو ايه قال ايه لا بقى هقلب بالمعلقة. تمام. هنا بقى ايه في الحلة معلقة سمنة. ما كانش عايز حتى كمان يحط سمنة، قال انا بحطها على الناشف. قلت له معلش عشان خاطري يحط معلقة سمنة. قال لي ماشي يا ستي، اقعدي بوظي لي في الوصفه. قلت له لا مش هبوظك، بس حطي معلقه سمنه. حط بقى معلقه سمنه بلدي كده، وحطيت بقى اللحمه. وبدأ ان هو ايه قلبها كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما تتشوح خالص وان هي تنشف من المية اللي هي فيها، وتاخد لون بسيط زي ما انتوا شايفين كده. واول لما تاخد بقى اللون بسيط هيحط ايه بقى، حط البصلة اللي احنا حاطين فيها الفلفل الاسود مع التوابل. تمام. وبدأ ان هو يقلبها. بجد كانت الشوربة حلوة قوي، جربوها بالطريقة دي حلوة قوي. يعني هو كان عاملها قبل كده وعجبتني، فقلت له لازم تعملها المرة دي، وهو لازم هصورك وانت بتعملها. خلاص كده بدأ. كنا بقى محضرين طماطمية معصورة في الخلاط، جايب طماطمتين كده وضربهم في الخلاط. بس سيبي ايه كل حاجة ايه تاخد راحتها شوية. اهو. بعد ما حمر بقى اللحمة كده مع البصل، سابها ايه حوالي 5 دقايق كده، ورجع لها لحد ما البصل دبل شوية. كل شويه بقى يقلب كده. اللي وصل لحد هنا يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شجعونا بقى بلايك كده ودعوه حلوه، ولكم بالمثل ان شاء الله. احلى اخوات في الدنيا، والله العظيم بحبكم في الله. في هنا حله هنا بتتحرق في الجنب كده، ما تعملوا نفسكم انكم مش شايفينها، زي ما انا عامله نفسي ان انا مش شايفاها. عامله اقول له الحله بتتحرق، يقول لي بس الدنيا تمام يا ابني، الحله بتتحرق الدنيا زي الفل. ماشي ما علينا. هنا بقى حط بقى الطماطميه اللي كان ضربها في الخلاط، وهيقلبها بقى ايه ويسيبها تتسبك شوية مع اللحمة والبصل. طريقة غريبة شوية بس حلوة، هتديك النتيجة حلوة، هتديك لون شوربة حلو، واللحمة هتطعمها. وبجد كان طعمها رهيب. جربوها بالطريقة دي. هنا بقى حط بقى ايه ورق لورا حبهان مستكة. الملح بقى في الاخر خالص، يعني الملح لما اللحمة تستوي. هنا بقى ناس كتير بتقولك اغسلي اللحمة، وناس كتير تقولك اللحمة ما تتغسلش. انتوا بقى بتغسلوا اللحمة ولا ما بتغسلوهاش، وايه السبب؟ انا بصراحة يعني بشطفها شطفة بسيطة خالص، علشان مثلا ايه لو حد الجزار مسكها بايده او اي حاجة. يعني ايه بشطفها شطفة بسيطة خالص. انتوا بقى شوفوا بتغسلوا اللحمة ولا لأ وايه السبب. هنا بقى بعد ما اللحمه اتشوحت خالص حلو مع الطماطم ومع البصل والحبهان والحاجات الحلوه دي، حطينا ميه مغليه بقى ايه وهنسيبها لحد اما تستوي. وقبل ما نطفي عليها هنزودها الملح ونسيبها تغلي شويه كده. وهنا بقى كنت عملت انا بقى ايه شويه رز بشعريه كده، واللحمه كانت يعني كانت طالعه حلوه. شويه شوربه بجد حلوين قوي، طعمها مش زي الشوربه العادي، لا فيها نكهات حلوه وطعمها حلو. بقيت اجيب بقى شويه شوربه من الاخر دول اللي فيهم البصل متقطع كده، بجد كان طعمها رهيب. اتمنى بقى انكم تشجعوا كده بكلمه حلوه وبتعليق حلو، لان هشوف تعليقاتكم.
اتمنى من قلبي يعني انكم تشجعوه كده عشان يفتح نفسه تتفتح كده على الدنيا. دعوة حلوة له ولكم بالمثل ان شاء الله. حبايبي الحلوين، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باشتراك وتفعيل الجرس عشان كل وصفات الحلوة قوي توصل لكم اول باول، ولسه جديد ولسه في اجدد ان شاء الله، ومستمرين باذن الله بدعوتكم ليا. شايفين قد ايه الشوربه طلعت شكلها حلو. انا كنت عايزه اقول طعمها حلو بس انتوا ما دقتوش، بس نفسي تجربوها حلوه قوي. هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. مع الف سلامه يا اخواتي، سلام.